كيكه الشوكولاته من ألذ واطعم الكيكات اللي ممكن تعمليها بطريقه سهله وبسيطه وما بتاخدش معاكي وقت ومجهود. وبكوبايه دي واحده هتعمليها، والله بكوبايه دي واحده هتعمليها. كملي الفيديو وشوفي الطريقه. نبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. المقادير بتاعتنا سهله وبسيطه. معايا كيس نسكافيه، فانيليا، بيكنج باودر، معايا معلقتين كاكاو خام، انا هنا مستخدمه الاسباني، معايا بيضتين، كوبايه دقيق، نص كوبايه لبن، نص كوبايه زيت، كوبايه الا ربع سكر. هجيب بقى الخلاط بتاعي، انزل بالبيضتين، كيس الفانيليا، هنزل بذره خل بتضيع زفاره البيض، كوبايه الا ربع سكر، نص كوبايه لبن، نص كوبايه زيت، ويا ريت الزيت يكون نوع كويس بتفرق في طعم الكيكه، معلقتين كاكاو خام انا مستخدمه الاسباني، ربع معلقه نسكافيه، معايا كوبايه دقيق متعدد الاستخدام هنخلها، هحط معلقه صغيره بيكنج باودر برضو هنخلها، ذره ملح. هدمج بقى كل المكونات دي مع بعضها وهبدا انزل بالخليط بتاعي وبقلب الكيكه في اتجاه واحد. وانا بحضر الكيكه الفرن بتاعي مشغليه، انا هنا مش بنزل بالخليط بتاعي كله مره واحده عشان كل نوع دي بيختلف عن التاني. ابدأي نزلي الخليط بتاعك واحده واحده لغايه ما تبدا الكيكه تلم معاكي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش في اللايك والشير. انا كده القوام بتاعي وصلت له اللي هو ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. هجيب بقى الصينيه بتاعتي، هدهنها زيت، ممكن تستغني عن دهن الزيت تحطي سمنه وتبطنيها بشويه دقيق. هنزل بقى بالكيكه بتاعتي واحطها على الرف اللي في النص على درجه حراره 180 لغايه ما تستوي. مش كل شويه بفتح عليها الفرن عشان الكيكه ما تهبطش مني. هديها ضربتين كده اطلع منها الهواء. سهله وبسيطه جدا. كده انا طلعت الكيكه بتاعتي وعملت لها اختبار بخلة سنان او عصايه شيش طاووق. كده انا عملت اختبار للكيكه بتاعتي واستوت. هبدا بقى احضر طبقه الكريمه. معايا كوبايه لبن ساقعه، التحليه حسب ما انت عايزه، حطي معلقه سكر او حسب ما انت بتحبي الحاجه مسكره ازاي. هنزل عليها بنص معلقه كاكاو، ربع معلقه نسكافيه. هدمج كل الحاجات دي مع بعضها. معايا كيسين كريم شانتيه، انا كان عندي كريم شانتيه شوكولاته استخدمته، ممكن تستخدمي الابيض عادي. ادمجي بقى كل الحاجات دي وهاتي المضرب بتاعك الكهرباء واشتغلي بقى لغايه ما تعملي فوم كريمي كده، توصلي للفوم الكريمي بتاعك. كل ما اللون بتاعك بيفتح انت بتوصلي لقوام كويس في الكريمه. ما تصعبيش حاجه على نفسك وتقولي انا ما بعرفش، لا، ابداي اتعلمي، ابداي جربي مره والتانيه وان شاء الله الحاجه تظبط معاكي. كده انا خلصت الكريمه بتاعتي. معايا نص كوبايه لبن، هنزل عليها بمعلقه سكر، ربع معلقه كاكاو، ذره نسكافيه. دي انا هشرب بيها الكيكه، انت ممكن تستغني عنها بس هي بتدي الكيكه طراوه، بتديها طعم حلو قوي. ادمجي بقى كل المكونات دي مع بعضها كويس قوي. وممكن لو حسيتي ان النسكافيه والكاكاو ما اتضربش كويس، بعد ما تضربيهم صفيهم بالمصفى اللي هي بتاعت الشاي. هجيب بقى خلة السنان واعمل بيها كده اخرام في صينيه الكيكه بتاعتي وهشربها نص كوبايه اللبن. يا دوبك بس اسيبها تشربها. هنزل عليها بقى بطبقه الكريم شانتيه اللي انا عملته. افرجيها بقى بالسباتيلا عندك، اي حاجه بتفرجي بيها افرجي بيها وساوي الوش كويس قوي. وبعد كده هندخلها بقى التلاجة تجمد مع بعض، الاتنين كده يشربوا من طعم بعض ويجمدوا ويسقعوا مع بعضهم. سيبي بقى الوش بتاعك وامسحي الصينيه الحروف بتاعتها لو في اي حاجه في الحرف، ودخليها التلاجة تسقع كده ساعه. الجرنشه دي بقى بتاعتك. انا كده طلعت الصينيه بتاعتي بعد ما جمدت. عندي شوكولاته نوتيلا، مسكت شويه كده زي ما انت شايفه بالطول وبالعرض، وبعد كده بخلة السنان اعمليها بالشكل ده. انت ممكن تزوقي باي شكل يعجبك، اي حاجه عندك ممكن تزوقي بيها، وممكن تستغني عن حته التزويق، بس انا كان عندي نوتيلا فقلت ان انا ازوقها. كده انت عملتي احلى كيكه شوكولاته بطريقه سهله وبسيطه وطعمها تحفه. ان شاء الله جربيها وتعجبك. لو عجبك الفيديو متنسيش في اللايك والشير.